السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم الصابلي بالكراميل. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده ديال الحلويات، تكون نوعيه ممتازه، تكون درجه المطبخ. غادي نضيف ليها كاس ديال السكر. انا عندي سنيده غليظه طحنته واحد شويه، نحسن ندير السنيده رقيقه باش ما تجيش تبقاش باينه. عندي فاني، عندي واحد الفلون ديال الكراميل، الكراميل بالشوكولات، ما لقيتش العادي ماشي مشكل. غادي نخلط داك السكر مع الزبده مزيان. هاد الفلو هذا تيكون بالشوكولات وبالكراميل، نتوما ديروا غير بالكراميل باش كيعطي واحد اللون زوين، واحد النكهه زوينه. الا عندكم حليب بودر ديروا حمروا واحد جوج ديال المعالق وضيفوهم، انا ما عنديش. غادي ندير جوج ديال البيضات الحجم صغير، الزيت نص كاس، غادي نخلط داك الخليط مزيان، نخلطو مزيان حتى كيتجانس مع داك الزيت. غادي ندير قبيصه ديال الملح نسيتها، كنزيد الذوق، غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه ونجمع بلا ما نعجن، يعني بلا ما ندلكوها، غير كنجمعوها هاد الاصابع بهذا الشكل. كنضيف شويه بشويه حتى كنجمع العجين، ما نقصحوهاش مزيان، خليوها شويه ملفوفه. غادي ندير واحد شويه ديال الخميره، انا في العاده ما كنديرهاش، لكن بعض الدول كندير شويه منها. كنجمع مزيان، من بعد ما عجنتها جمعتها، هانتوما القوام ديالها كيفاش كيكون، راه ما تكونش قاصحه بزاف ولا تكون رطبه بزاف. درتها في الفريغو في المجمد واحد 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه، كان عندك الوقت اكثر احسن ديريها نص ساعه ولا ساعه باش كترتاح. غادي نبسطها، كتريح تحاولي ترقيها. انا قسمت منها واحد الطرف، ها هو غادي نسرحو، نحاولوا نرقوها مزيان. نحاولوا نديروها سطح كامله بحال ما نخليوهاش مهزوزه من جهه وغاليه من جهه، محدوره من جهه بحال هكا. السطح ديالها خصو يكون متساوي باش كتجينا حلوه متساويه.
غادي نستعمل هاد القطاعه هذه، هي الاولى. نستعمل واحد شويه ديال الدقيق، صافي ونسيب. غادي ندير هاد الشكل حتى هو. عندي هاد القطعه هذه حتى هي، ولكن ما فيهاش المرطوبه، يعني كنتقب بهذه وحده كنتقبها بهذه، وحده كنخليها عاديه. باش كيجي غير كدهبوه على الشكل هذا، كيجي زوين مقرمش. كيجي فيه ديك النكهه ديال الكراميل. هادو راه جوج ديال العجنات صغارات، يعني الا بغيتو عجنات كبار كدوروا المقادير. هادو هما كيعطيو واحد الكميه كثيره، راه غير باقي ما زينتهمش. هانتوما كيفاش كتشوفوا. ان شاء الله يعجبكم وبالسلامه عليكم.